نروح حق اخوي محمد. صبحك الله بالخير. بالنور. تفضل. مسي عليك الله ضيوفك. حياك الله طال عمرك. منور الشاشه ابو طلال. الله يخليك مشكور. وعظم الله اجرك على اخونا سمير سعيد. الله يشكرك. ابو سعيد انا عندي سؤال حق محمد كرم. تفضل. محمد كرم ينتقد اللاعبين، يقول جابوا 10 لعيب وصارت بينهم مشاكل يدفعون لهم فلوس وعيال النادي ما يعطونهم. زين هم عيال النادي يطلعون مؤتمر صحفي وياخذون 60,000 و70,000 عيال النادي، هذه نقطة. النقطة الثانية محمد كرم بالانتخابات قبلها بيوم راح مصر وخلى جمال كاظمي وربعه. النقطة الثالثة محمد كرم يوم من الايام قام يصيح بالنادي جمال كاظمي يحطوا له تمثال. هل الحين ان جمال كاظمي وقف الحنفيه عن محمد كرم وصار تكلم عدل، احترم نفسك يا ولد. وقف اتكلم عدل. ابو علي احترم نفسك. ابو علي اتكلم ابو علي خسي انت. لا ابو علي رجاء ابو علي لا يقول الحنفيه عنك. تكلم عدل يا ولد. ابو علي لو سمحت. احترم نفسك. ابو علي لو سمحت. احترم نفسك. ابو علي لو سمحت يا عنك. انا عرباوي غصب عليك. ابو علي لو سمحت. ابو علي لو سمحت. ابو علي ما يصير كذا يا ابو علي. شنو يقول؟ لا تخليه يتكلم اي كلام. لا تتكلم عدل واحترم نفسك يا ولد. صدق بنت. ابو علي خليني اغلط عليك. شوف الحنفيه عنك. محمد العيد اختلفوا مع جمال وردوا عليه. طيب جاسم عاشور قلنا الاستاذ الكبير جاسم عاشور في يوم لا يختلف مع جمال كاظمي الحين رد وياه. طيب اول بيختلف وياه، شو المشكله؟ حلال عليهم حرام علي انا اختلفت وياه وجهه نظر، شو المشكله؟ ما في شيء. وتكلم عادل مره ثانيه. اسمح لي احترم نفسك. صدق انت محترم. لا ابو علي الريال محترم. لا مو محترم. اللي يتكلم الكلام مو محترم. تختلف وياه بكلمه قالها. ما اسمح لك تقول كلمه قالها تتكلم عدل. لا تدخل امور شخصيه. ابو علي لو عنك انت واشكالك. ابو علي لو سمحت يا ابو علي. يا ابو علي ما يصير كذي يا اخي. لا ما يتكلم الكلام. ما يتكلم الكلام. ما يصير تقول هالكلام. هذا طول قاعد يرضى يتكلم واحد. لو سمحت يا ابو علي. لو سمحت يا ابو علي. ترى امور شخصيه اتكلم على اكبر واحد. وعندي كلام شخصي ترى. طيب اعتذر منك اخوي محمد. لا نشتكي. لحظه ابو علي. شنو؟ لحظه يا اخي. اعتذر منك اخوي محمد العجمي، وايضا الومك. يعني اتمنى تنقي كلمات تليق بالشخصيات اللي موجوده. يعني احنا ما عندنا بالكويت لله الحمد ولا بالوسط الرياضي يعني شخصيات تتكلم بفلوس ولا تتكلم بحنفيه. يعني اتمنى تنقون الكلمات اللي تليق باسمكم وتليق بالشخصيات اللي موجوده عندنا. ما نرضى اي تجريح يا اخوان. الله لا تخلونا نوقف المكالمات. يعني ما احنا البرنامج منكم ولكم. اذا تبونا نتخذ الاجراء ونوقف مكالمات ما يصير.